الترشح للانتخابات استمرارا واستكمالا للجهود التي بدأتها قبل 4 سنوات من الآن، حاملة الهم الوطني، وسأكون الصوت الوطني الحر تحت قبة البرلمان، صوتا شعبيا لهذا الشعب يصدح بالأجندة الشعبية ونبض الشارع. هناك العديد من الملفات. المرحلة القادمة مرحلة جدا صعبة، مرحلة حساسة، ستشهد منظومة قوانين تحتاج إلى صوت وطني وصوت شعبي حر يتصدى لمن يحاول المساس بمكتسبات المواطنين. لذلك أنا اليوم مدفوعة بدعم كبير من أهالي صادعة العاصمة، ودعم أيضا شعبوي من شعب البحرين، لأن أستمر في أطروحات ما بدأت خلال ال4 سنوات الماضية من الهم الوطني، هم البحرنة، هم المتقاعدين. لدينا اليوم سعر النفط مرتفع، لابد أن نقطف اليوم ثماره، وأن يقطف الشعب البحريني ثمار هذا النفط، وأن يعيش هذه يعني أيام النفط، أن يعيش ويلمس ارتفاع النفط.